السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا مش قادر أمسك نفسي من الضحك، صدقوني. أحمد موسى ده في 2013 هو أحمد موسى في 2024. يعني مش عارف، إحنا فعلا في عالم موازي. هو ده كلامك في 2000 ودي وجهة نظرك ورؤيتك سبحان الله سبحان الله بقدرة قادر كده اتغيرت. هو نفس موضوع انقطاع النور اللي أنا كنت بتكلم فيه الحلقة اللي فاتت. هو نفس موضوع انقطاع النور اللي انا كنت بتكلم فيه الحلقه اللي فاتت. اللي هو في 2013 برأي. طب مش قد الشيله ما تشيلش، والنهارده تحمل. ايه المشكله يا مواطن؟ ما تتحمل النور شويه وكلنا مصريين نتحمل مع بعض. وطولت جدا الحكايه ووسعت منهم جدا جدا جدا، وبرضه تحمل. طيب ما تحملناش ليه في 2013 وكان الموضوع اقل من كده بكتير؟ لكن عشان ما اغيرش الموضوع برضو، كل الاعلام عموما رايهم سبحان الله في 2013 غير تماما 2000. يعني هم دلوقتي معترضين على الحركه اللي بتحصل، الحركه الطلابيه اللي بتحصل في جامعه كاليفورنيا وفي جامعه كولومبيا وشايفين ان لا حريه الراي فين؟ حريه التعبير فين؟ مش انتوا يا امريكا مصدعيننا بالكلام ده؟ لا، مفيش طالب يتسجن، مفيش طالب، ده بعبر عن رايه. واحد موسى بيقول لك بعبر عن رايه. سبحان الله، ما كانش ده راي حضرتك تماما في 2013 لما قلت اسجنوه. طب ليه ساعتها ما قلتش طالب يتسجن ويتمنع من الدراسه لا، حضرتك قلت اسجن. ده كان رايك. يوتيوب سبحان الله من المميزات اللي هي فيه ان هو بيحفظ الفيديوهات دي للزمن وللذكرى للي عايز يرجع لها. فيعني انت بتفكرني بتوفيق عكاشة او بتفكرني بمصطفى بكري. ومصطفى بكري ده سبحان الله قعد على كل الموائد واكل عليها. اخوان ما سابش، عبد الناصر ما سابش، السادات ما سابش، زي ما قال محمد ناصر في حلقة ليه قبل كده يعني. ده كان رأيه زي رأيي. مبارك ما سابش، السيسي ما سابش، كل الموائد. وتلون بكل الألوان. إذا قعد على المائدة دي يتلون بلونها زي الحربايه كده بالظبط. يعني اكتر واحد محل نفسه شويه هو عمرو اديب. انا سبحان محدش يسالني، يعني مش معنى كده ان انا بحبه او بكرهه او كده. بس انا شايف ان في معظم الاعلاميين دول اللي احيانا بيتجرأ كده شويه. ما اعرفش هو بقى عشان خد الجنسيه السعوديه هو ولميس، فبداوا هما الاثنين يتجرؤوا. اكترهم عمرو يعني، ولميس سنه كده لمست منه ان هم يتجرؤوا شويه ويخشوا في مواضيع ساخنه او ليه يا ست الوزير ما عملتش كده؟ لا ده غلط، ده مش صح. غير كده كل الإعلام منافق من الدرجة الأولى. هل هيجي يوم والإعلام بتاعنا ينصفنا؟ هل هيجي يوم وبدل ما بيتكلم عن التفاهات دي يتكلم عن القضية؟ وحتى لما بيتكلم عن القضية الفلسطينية في غزة أقسم بالله بأقبح الكلام. يعني ممكن نجيب كلام أحمد موسى لما كان بيقول حماس دي جماعة إرهابية، ممكن نجيب كلامه وهو بيقول أيوه كده أبطال ساعة 7 أكتوبر والضربة اللي حصلت. يعني كان شمتان في إسرائيل لأن إحنا كان في مناوشات بيننا وبين إسرائيل وكده. فمن شماتته ايوه يا ابطال، فاصبحوا ابطال. يعني نفسي تصدر للناس الصوره، ما دمت انت واجهه للمجتمع وليك متابعين وليك مشاهدين، صدر الصوره الكويسه. وما تبقاش بتاع سكريبت. كلنا عارفين انكم بتوع سكريبت. سكريبت جاهز بتحط لكم وتوزع لكم سبحان الله بقدره قادر. تفتح على خير رمضان تلاقيه بيتكلم في نفس الموضوع. واللي بيتصل باللي هو مثلا شفيق ولا راغب اسمه ايه ده، راغب يخلص معاه يخش على تامر امين وبيتكلم في نفس الموضوع. تقلب على عمرو اديب تلاقيه بيتكلم في نفس الموضوع. تقلب على احمد موسى تلاقيه بيتكلم في نفس الموضوع. يعني هي صدفه؟ لا، ده سكريبت بيتكتب وبيتحط وبيملى عليكم وانتوا زي الاصنام بتقولوه. فالشعب ازاي يثق فيكم؟ انا والله واحد من ضمن الناس لا اثق في اي اعلامي مصري. اقول لو يعني مش عارف، لان لبنان فيها معظم الدول فيها منافقين كتير، ولكن احنا عندنا متغذيين، يعني واخدين فيتامينات، متربيين على الغير. الاعلام عندنا في النفاق متربي على الغير. واظن انا عملت حلقات رياكت لاحمد موسى قبل كده شفتوها وقيمتوها. اللي عايز يرجع لحلقه كانت بعنوان هو انت بكام وش؟ مثلا بدل ما تتكلموا عن القضيه الفلسطينيه لانكم صراحه هتطعنوا فيها وهتشوهوها اكتر ما احنا شوهناها بمنظرنا الوحش، ان احنا واقفين كده بص حد شايفني؟ خليني مستخبي. خلي النهارده امريكا، وده وانا قلت الكلام ده في حلقات وهقوله في حلقات تانية ولا ازال مصر عليه، ان كل دول العالم النهارده بدات تتحرك. بوليفيا دي انا ما كنتش اسمع عنها. الكره الارضيه يا جماعه ساحه كبيره قوي.
يعني اسمع ان في بوليفيا، بس ما يعني رئيس بوليفيا اللي في اخر الكره الارضيه سحب استثماراته ووقف وسحب سفيره وقطع العلاقات مع اسرائيل. جه بعديه تجرى رئيس كولومبيا، وقلنا كانت الخطوات او القشه التي قسمت ظهر البعير، لان الضربه كده جت لبايدن في عقر دار من الامريكيين نفسهم. فالنهارده هو محتاجهم في الانتخابات، والنهارده هو متضامن مع اسرائيل. طب الطلبه طلعت وقالوا صوتهم، الطلبه طبعا لهم الحق التظاهر، وده مكفول ويكفله القانون والدستور ما دامت مظاهره سلميه، وهي كانت سلميه فعلا زي احنا ما شفنا. ما شفناش طالب شايل سلاح، ما شفناش طالب بيتخانق، الا اللي حصل في جامعة كاليفورنيا لما طلع عليهم المجموعة اللي هي متضامنة مع إسرائيل، الكام واحد العشرة دول، وهم حتى اللي تعدوا عليهم، فقاموا عملوا إيه؟ عملوا الحاجز الخشبي يفصل بينهم. فكانت مظاهرة سلمية جدا، وكانت مذاعة على الهواء من كافة القنوات، متغطية من كافة قنوات العالم الفضائية والإخبارية، وتابعناها كلنا عن كثب. وأنا بقول والله أنا كنت بتابع وبنام على نفسي وأنا قاعد، وبرضه بحاول ان انا اركز، لاني متفائل قوي. يعني ازاي دول الغرب، الدول الاجنبيه، اسبانيا، مش عارف كرواتيا، كولومبيا، مش اللي يسحب استثمارات واللي واقفه احتجاجيه في الشارع بقى، والجامعات اكتر من 40 جامعه صحيح بعتقل اكتر من 300 طالب، دي اخبار موثوق منها وسمعناها، ولكن افرج عنهم تاني يوم. يعني ده الكلام ده مش زي عندنا، احنا لو عندنا اعتقلوا طالب خلاص والله الشمس ما هتشوفه تاني، الله اعلم امتى بقى. لكن هم افرجوا عنهم تاني يوم بس للترهيب، اللي هو ايه، مالكوش دعوه بالسياسه. طبعا اخذنا الانطباع اللي احنا اخذناه عن امريكا، وعرفنا الدماغ الامريكيه اللي هي طول عمرها بتصدر لنا صوره المناهضه للسلام، ونحن مع حريه التعبير وحريه الراي وحقوق الانسان وده ما بانش، الصوره دي ما بانتش خالص في اعتصام الطلبه في الجامعات. ولكن ده كان المنبع يا جماعة. يعني أنا أتوقع إن الموضوع هيتفشى ويوسع، وبكرة تقولوا الكلام ده. يمكن بس اللي ملجم الطلبة شوية إن النهاردة في امتحانات، يعني الأيام اللي إحنا فيها دي في امتحانات، فيخلصوا الامتحانات على خير. وأنا متفائل إن هم هيكون لهم موقف كبير، وهيجبروا وهيضغطوا على الحكومة الأمريكية الوصول إلى حل وتفاوض بخصوص عقد صفقة الرهائن اللي هم بيتكلموا عنها. فلحد ما ده يحصل بندعي ربنا، ولكن احنا كعرب كمان يجب علينا، وده بقوله في كل حلقة يا جماعة، صدقوني كل الحلقات اللي هتنزل واللي نزلت انا بحاول اقول الكلام ده. المفروض ان احنا بقدر الامكان نتضامن سلميا، اهو انا بقول سلميا عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتحرض على العنف وبتحرض على التظاهر. انا بقول نتضامن سلميا، ولو برأينا في وسائل الإعلام، ولو حتى في وسائل النقل والمواصلات، في مظاهرات سلمية.